أنا عارفة إن وصفة النهاردة مش ترند، بس أقول لكم حاجة بالنسبة لي أحلى من مليون ترند. حاجة كده كلنا بنحبها وبنشتريها بأغلى الأسعار ومش بتبقى حلوة. النهاردة هقولك على الأسرار هتعمليها بأحلى طريقة وتنجح معاكي من أول مرة. سمي الله وصلي على رسول الله وتعالوا نشوف الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل كده ما أقول الوصفة يلا اكتبولي في التعليقات عارفينها ولا لأ، وبتسموها إيه في بلدكم، واللي بيحبها يكتب رقم 1 بسرعة، اكتبولي في التعليقات. وقبل بقى ما أبدأ الفيديو برضو عرفوني بتتابعوني من أنهي بلد. طيب معانا كده نص كيلو من الدقيق، وخلي بالك بيرمي كمية حلوة قوي، يعني النص كيلو ده هيعمل لك كمية حلوة. هنحط عليها نص كوباية جوز الهند ناعم لو انت حابة، هنحط كوباية الا ربع سكر، هنحط ذرة ملح، ونحط معلقة ممسوحة كبيرة بيكنج باودر. تمام كده اهو. والدقيق تكوني نخلاه، لازم تكوني نخلاه علشان المحوجة. ايوه هنعمل المحوجة او اللقمة الصفراء تكون هشة كده وخفيفة، تكون مقرمشة بس هشة. تمام. نقلب كده المواد الجافة. وتعالوا معانا ايه بقى، تعالوا معانا كوباية الا ربع من المحوجة، بتتباع فين؟ عند العطار او المغات. طيب مفيش محوجة مفيش المغات لانه بيبقى غالي شوية، تقدري تحطي حلبة، في حلبة مطحونة محوجة، مش الحلبة المرة يا جماعة، في حلبة بتتعمل زي المغات العطار عارفها، سعرها بيبقى حنين شوية عن المغات بس، وبتديكي النتيجة حلوة برضو. قولوا له عاوزة الحلبة اللي بتتعمل زي المغات، في حلبة مطحونة بتتعمل زي المغات، مش حلبة خام مرة، اديني بأكد اهو ارجوكم. تمام. او المغات او المحوجة عند العطار، قولوا له عاوزة المحوجة. طب معانا كده نص كوباية سمنة، يا ريت تكون طبيعي، ما عندكيش طبيعي مفيش اي مشكلة. ومعانا نص كوباية زيت بس مش هنحطها دلوقتي. معانا كده قد نص كوباية سمسم، ومعانا حبة البركة زي ما تحبي بالبركة حبة البركة بالبركة، يعني تقدري تحطي ايه معلقتين، بس برضو مش هنحطها دلوقتي علشان ما تمررش. هناخد السمنة مع السمسم كده، وزي ما قلنا لو طبيعي بقى بتبقى جميلة قوي. وهنبتدي لحد لما السمسم كده ريحته تطلع والسمنة تسخن معانا، علشان المحوجة يبقى طعمها حلو والسمسم يبقى مقرمش. في الآخر بقى هنحط حبة البركة، وطفيت اهو. أنا كده طفيت، بس تاخد إيه مع سخونية السمنة كده، وننزل بالزيت. أنا محطتش الزيت علشان ما يتقدحش كتير وإيه ويبقى مش صحي. في الآخر خالص لما طفيت حطيت الزيت، يبقى نص كوباية سمنة نص كوباية زيت، وحبة البركة قد معلقتين كده، ونص كوباية سمسم. جوز الهند حطينا نص كوباية، وده اختياري يعني تقدري تستغني عنه، بس بيديها طبعا طعم وقيمة غذائية. هنقلب كده، وخلي بالك ان السمنة سخنة يعني خدي بالك. تمام. معانا بقى نص كوباية عسل، ممكن نحتاج عليها شوية بس ايه هحطها تدريجيا. وهنبتدي الاول، مهم جدا الخطوة دي، ان احنا بقى السمنة نبسها كده مع الدقيق كأنك بتعملي كحك، بسيها كويس. والغرض ايه من موضوع البس ده، ان اللقمة الصفراء او المحوجة تبقى معاكي ناعمة كده، تبقى مقرمشة وهشة وناعمة، ما تبقاش مقرمشة كده وتوجع السنين، تبقى هشة كده وخفيفة. تمام. اخر حاجة بقى بننزل بالعسل، ونقوم ايه عجنينه في قلب المحوجة بتاعتنا. لو حسيت بصوا انا حاسة ان هو هحتاج تاني، هنحط بقى حبة. انا بقول لهم هنا نولوني كده قد ايه ربع كوباية تاني. بصوا اهو. نجيب بقى العسل ونبقية العسل ونحط، يعني حطيت هنا انا بتاع كوباية الا ربع، وزي ما قلت لك برضو الدقيق بيختلف فحطيهم تدريجيا. طيب انا هنا المطلوب من المحوجه دي انها مش تبقى عجينه يا جماعه، مش زي ما بنعجن كده العجين، لا هي خلي بالك بتبقى مفروله. بنعرفها ازاي؟ بنجمعها مع بعض كده، تحسيها انها اتكتلت بس مش ايه لازقه قوي، لو فكتيها بايدك بتتفك. هوريكم قوامها دلوقتي، بس امشي بالمقادير دي هتطلعيها جميله جدا. معانا صاج 30 في 40. تمام. وهننزل بالمحوجه بتاعتنا، بصوا تحسيها ان هي ايه مش عجين. انا بقول لك اهو، اوعي تقعدي تحطي في عسل وتقولي لا ده كده مش هي بنفس الشكل كده. امشي بالقوام بنفس المقادير، نص كيلو دقيق كوبايه الا ربع عسل، او حطي في الاول نص كوبايه لحد لما تشوفي. نظبطها كده، وبعد كده نبتدي ان احنا نضغط عليها كويس قوي اهو.
تسويتها ايه مهم جدا، بتتحط على الرف الوسط، ممكن تشغلي فوق وتحت عادي، درجة حرارة 170. بتقعد في حدود يعني من نص ساعة و5 أو 40 دقيقة. بنرش من على الوش كده حبة سمسم وحبة البركة برضو حبة تاني، ونبتدي ان احنا نظبطهم كده اهو. او نجيب بقى ايه البردانة دي، ولا اسمها المردنة، ما بعرفش اسمها، انا بقولها فرادة. تمام. ونبتدي ان احنا ايه نظبطها كده، وبعد كده ابتدي ان انتي قطعيها. لازم تقطعيها وهي نية اهو. تمام. حابة بقى تقطعيها بزاوية كده سمبوكسات او مربعات، انا هقطعها مربعات. لو سمبوكسات بتقوم مقطعها كده بزاوية شوية. وبعد كده هندخلها الفرن زي ما قلنا، بتقعد من نص ساعة ل40 دقيقة. ممكن لو ما عندكيش فوق وتحت بتشغلي تحت، وبعد كده ممكن تشغلي عليها الشواية. خلي بالك ان هي بتطلع بتحسها طرية، بس لما بتبرد بتنشف قوي، فخدي بالك من النقطة دي. هي اصلا ناشفة يا جماعة، هي بتبقى ناشفة مقرمشة مع ايه، ان هي هشة كده بذوبان كده جميلة. طلعت من الفرن بنقوم بنعيد عليها في نفس التقطيعة اللي احنا قطعناها اهو بالسكينة وهي سخنة. في الاول زي ما قلنا بتحسها ان هي بتبقى طرية، مجرد انها تبرد بتنشف وبتبقى هي ناشفة. فاهميني؟ يعني مش بتبقى طرية، بتبقى ناشفة اصلا. بتقطعيها كده، مش قادرة اقولك جمالها وطعمها الخطير. طبعا في ناس بتموت فيها، وفي ناس بتشتريها غالية جدا من الافران، وما بيبقاش طبعا معمولة بالجمال ده خالص، عشان تكونوا عارفين. قوليلي بقى حطيتي اللايك ولا لسه؟ اعملي مشاركة للفيديو، ولو أول مرة كده بتشوفيني ما تنسيش تعملي متابعة علشان يوصلك كل فيديوهاتي. الله بجد على الجمال، شايفين جمالها؟ تعالوا بقى كده نكسرها. بصي مقرمشة وفي نفس الوقت دايبة كده، بتدوب كده في البق. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، وانتظروني إن شاء الله في وصفة جديدة من مطبخي، مطبخ سهير جاد. أقول لكم إيه؟ أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.